السلام عليكم. تعالوا معايا النهارده هعمل معاكم اكله سي فود. اكله السي فود دي هتبقى جميله جدا ورائعه. عندي هنا كابوريا، وعندي سبيت، وعندي كمان الفيجيتار بتاع السمك ده جميل جدا ورائع. وهعمل معاكم كمان رز بالسبيت. مسكت السبيت تبلته وقطعته حلقات، غسلته كويس وقطعته حلقات وتبلته. حطيت عليه ملح وكمون وشطة وتوم، وبعدين سبته شوية نص ساعة، وبعدين كده شلت شوية سبيت عشان اعمل بيهم الرز. وبعدين هنبدأ نجيب بقى الفيجيتار بتاعنا، حطيناه في قلب بولة كده، ونبدأ ننزل فيه السبيت بعد نص ساعة. نحط حاجة غويطة كده على النار، ونجيب بقى السبيت اللي احنا حاطينه في الفيجيتار، ونبدأ نحطه في الزيت. الزيت يسخن كويس، وبعدين تبدأي تحطي. هنا انا اتسرعت، استنوا انتوا شوية. او بسم الله ما شاء الله بدأ يغلي اهو. عليت النار عليه عشان يغلي، وبعدين توطي النار. كده بقى في مرحلة الغليان والسوى، بيفقد سوائله ويستوي، وهيبقى جميل جدا ورائع. هنتنه كده ماشيين معاه واحدة واحدة لغاية ما يتقلي. ما تجيش جنبه لا تقليه ولا تقلبيه ولا تعملي فيه اي حاجة. هتفضلي سايباه كده لغاية ما يستوي معاكي. بصوا، اول ما يستوي يبدأ الغليان يقل ويبان السبيت. خلاص كده طلعته ما شاء الله جميل. وطلعيه كده على مناديل كتيرة عشان تشرب الزيت اللي فيه. وبعدين نحط برضو مرة تانية وتالتة ونطلع، وهلم جرى لغاية ما نخلصه. جبت بقى عندي الكابوريا، وجبت الملح والكمون والبهارات، وجبت الخل التفاح ونص ليمونة معصورة وخل ابيض وبصلايه. هبدأ بقى احط الخل الابيض، واحط الليمون، واحط الملح، واحط البهارات، واحط الكمون والشطة والبصل. زي ما انتوا شايفين كده، نحط كل حاجة برش كده عشان الكابوريا كبيرة هتبقى تقليبها شوية صعب، فلازم نرش كده من الاول. خلاص كده دي نص الشطة، اللي هو الشطة الحامية. بعدين هنبدأ بقى نحط البصل، والبصل ده عصرة عليه كمان ليمونة. ابدأي كده وزعيه. والكابوريا لما غسلناها حطينا عليها شوية ملح وخل. نبدأ بقى امسكيه كده، انفضيه نفط كده وقلبيه لغاية ما يتقلب كويس مع بعض. بعد كده بقى جيبي نص كوباية مية، وابدأي حطيها، وحطيها كده بالجنب زي ما انت شايفة عشان تسوي معاكي الكابوريا. خلاص كده هنحطها على النار، وانت بحاوي على النار. هتبقى معانا جميلة جدا ورهيبة. جبت كمان بقى قشر الليمون وقطعته وقلبته، في نزل تحت وفي اللي فوق. قشر الليمون هيديله الزيوت بتاعت الليمون، هتديلها نكهة كده جميلة. ما تنسوش التركية دي. برضه احنا بنقلب فيه فبيبان القشر. هو على النار بنقلبه كده تقلبتين، وهو ما شاء الله بدأ يغلي. فحبيت برضو ان انا اوريهولكم. بسم الله ما شاء الله بدأ يغلي اهو معانا. نفضلوا صابرين كده. ما توطيش النار، تخليها وسط لما يغلي كويس. ادينا متابعين مع بعض درجة الغليان بتاعته. هي المية بس غلت من الناحية التانية، لكن هنا لسه. فاحنا متابعين البقرة دي اللي بين الكابوريا لغاية ما تغلي. ممكن تحطي عليه على فكرة توم، احنا مش بنحب التوم فيه بصراحة في الكابوريا، بس هي بتحب التوم، عايز تحطي توم حطه. قلبتها على الناحية التانية وبدأت تغلي اهي. شايفين الغليان من بين المسام اهو، بوريهولكوا. قربت ليها خالص عشان خاطر تتابعوا وتشوفوا. في الحالة دي بقى هتبدأي لما تغلي كويس هتغطيها غطا موارب، وتحطيها موارب يعني مش مكتومة، وتحطيها بقى على نار وسط زي ما احنا قلنا، وتسيبيها تكمل سواها معاكي لغاية ما تستوي. بعدين هجيب بقى السبيت،
هنجيب دلوقتي بقى ايه السبيت المتقطع، وهنجيب بصلة مقطعة، وهنجيب ملح وبهارات سمك، وهنجيب الرز، وهنبدأ نعمل الرز الصيادية بالسبيت. هيطلع جميل جدا ورائع. برت لكم تاني اهو المكونات من قريب، جميلة جدا وهتدينا نتيجة رائعة. ادي الرز وادي السبيت وادي البصل وادي البهارات. يلا بينا بقى نجيب حط قدر على النار، ونبدأ نحط فيه يسخن، ونحط فيه معلقتين زيت زيتون. حطينا معلقتين الزيت الزيتون، نستنى عليهم لغاية ما يسخنوا. خلاص كده اهو بدأت يسخن، بدأ يبقى فيه دخان بسيط. تبدأي تحطي البصل قبل ما يدخن دخان جامد، يعني ايه تبدأي بقى ايه تقلبي في البصل لغاية البصل بتاعك ما يتكرمل. اديله كده تشويحتين حلوين كده لغاية ما يتكرمل. تنك شوحي فيه لغاية ما يتكرمل معاكي. بدأ كده اهو الإدام يبان. في الوضع ده نبدأ نستعد كده اللي احنا نحط السبيت بتاعنا ونبدأ نقلب فيه. حاولي تخلي بالك ما تخلوش ايدك فيه على طول عشان ما يتحمش، احنا مش عايزينه يتحمش. يلا نزلي بقى السبيت، وافضلي برضو قلبي فيه لغاية ما يفقد السوائل. هينزل مية والمية بتاعته تنشف ويبان قدامه تاني. المرحلة دي المراحل الرز ديت لازم تعمليها بالتكنيك اللي بقولك عليه عشان خاطر يطلع معاكي مظبوط وجميل. خلينا ماشيين كده مع بعض مرحلة مرحلة. لسه برضو في سوائل اهي لسه. هنا كده بدأت تفتقد شوية، برضو هنتن نقلب فيه ونشوح فيه، وبعدين نحط عليه الرز. حطينا الرز وهنبدأ نقلب بقى ونشوح فيه لغاية ما ايه الإدام اللي بان بعد ما حطينا السبيت وشربت المية بتاعتها. الإدام اللي بان بقى اللي احنا كنا حاطينه مع نكهة البصل والسبيت، تفضلي تحمري فيه في الرز لغاية ما ياخد تحميرة كويسة. برضه هو كمان يفقد السوائل خالص مع اننا مصفيينه، بس المرحلة دي لازم عشان يتجلفن بالإدام بتاع الايه نكهة البصل والسبيت. وبعدين تبدأي بقى تضيفي معلقة البهارات السمك، معلقة الملح، وتفضلي تقلبي تقلبي تقلبي، وتكوني مجهزة المية المغلية وانتي بتعملي كده عشان خاطر تحطيها بعد ما يتجلفن كويس. يتجلفن يعني كل رزاية كده يبقى متشمعة والإدام حواليها اللي انتي حطاه، وياخد من نكهة الايه الحاجات اللي انتي حطاها. الطريقة دي جميلة جدا وطعمه جميل وخطير ورائع جدا. يلا بقى المية غلت، بدأت اجيب المية اهو عشان المية سخنة ما شاء الله بيغلي. خلاص كده استني برضو يغلي عشان خاطر الملح. ما شاء الله الاكل كله كده خلاص خلاص. هي دي وجبتنا، وجبة السبيت، وجبة الكابوريا، ووجبة ايه الرز الصيادية بالسبيت. جميلة جدا ورائعة ورهيبة. جربوها وقولوا لي انتوا بتعملوها ازاي وبتتابعوني منين. في امان الله.